استنى ركز معايا دلوقتي. لو في ماتش هيشتغل مثلا الساعه 10 للفريق اللي انت بتحبه ومتعصب جدا في تشجيعه، وفي نفس الوقت ده في فيلم وثائقي على قناه ناشونال جيوغرافيك عن سمكه التونه العنيده، في الوقت ده ايه اللي انت هتهتم بيه وتاجل ايه عشان ايه؟ هتتفرج على سمكه التونه العنيده ولا هتسيبك منها دلوقتي تتفرج على الماتش؟ طب لو وقت الماتش ده انت عندك طياره مسافره في نفس الوقت ولازم تبقى في المطار قبلها بساعتين، هتتفرج على الماتش وتهتم بيه، ولا هتسيبك من الماتش دلوقتي ولازم تروح المطار قبل الطياره بساعتين عشان الطياره ما تفوتكش؟ طب تخيل معايا ان انت بكره الصبح الساعه 7 عندك مقابله شغل لشغلانه انت مستنيها من زمان قوي والمرتب بتاعها حلو جدا وانت كنت بتحلم بالمرتب ده، بس في نفس الوقت ده صحابك متفقين معاك ان انتوا تخرجوا خروجه حلوه مع بعض، ففي الوقت ده هتاجل الخروجه وتروح مقابله الشغل اللي انت مستنيها، ولا هتروح الخروجه مع اصحابك اللي ممكن تتعوض في اي وقت وتروح مقابله الشغل؟ اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ الحاصل او الواقع ان انت ساعات بتضطر وبتقدر بالمناسبه ان انت تاجل حاجات مهمه في حياتك عشان حاجات تانية اهم. مفيش بقى في حياتك كلها حاجه اهم من الصلاه، ما ينفعش تاجل او تاخر الصلاه عشان حاجه في حياتك. حياتك كلها تقف لما وقت الصلاة يجي، وتقدر تعمل ده بالمناسبة لان انت بتعمله كتير في الامثلة اللي قلنا عليها، وفي امثلة تانية كتير بتقدر توقف حاجات كتير مهمة عشان حاجات تانية اهم منها. فمفيش بقى اهم من الصلاة توقف له كل حاجة في حياتك. وبالمناسبة الصلاة مش هتوقف حياتك زي ما انت متخيل، لا عادي، انت تقدر تصلي في المطار، تقدر تصلي وانت رايح مقابلة الشغل دي وانت فيها اصلا، تقدر تصلي وانت قاعد وانت واقف وانت نايم لو تعبان، تقدر تصلي في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان وفي اي حال. فالصلاة مش هتوقف حياتك، فما توقفش الصلاة عشان اي حاجة في حياتك.